ازيكم يا بناتي حلوين، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعليقاتكم الحلوه ولايكاتكم الحلوه بالله عليكم عشان الفيديو يترفع لفوق. عملت لكم كشري تكات وحركات، وعلى فكره انا عمري ما عملت الكشري، بس مجرد سالت اختي بيتعمل ازاي وعملته. ما عنديش حد بياكله، ابني الكبير طلبه مني، انا عن نفسي بحبه ماشي، بس انا مش مشكله، بس لما ابني الكبير طلبه مني قلت لازم اعمله. سالتها بس بيتعمل ازاي وعملته، والمهم ان طلع حكايه وروايه، والله العظيم طلع حكايه وروايه. وعملت بقى معاه فراخ ورز برضه بشعريه، وعملت باميه، وعملت تكات وحركات. بس الفيديو كله والنور قاطع، النور قاطع وانا بعمله، ابقى اقول لا؟ في المطبخ كان ضلمه وغلاوتكم عملته في الضلمه. النور، حكايه النور ده صعب قوي، كل يوم يجي عندنا في ساعة معينة ويجي قاطع، بس برضه مفيش حاجة تقف قصادنا. عملت، بتحبي تعملي حاجة تعملي. بصوا جمال يا عيال، والله العظيم طالع حكاية ورواية. ماشي، طب معانا ده شوية مكرونة سباكيتي، على شوية مكرونة عادية كده، على التكات، على الحركات. حطينا ميتها على النار ماشي، والحلة التانية حطينا فيها شوية شعرية وحمرناها، بقت عين نحمر عليها الرز بشعرية، وعين نسلق عليها ايه المكرونة. وغسلنا طبعا الرز وحطيناه على الله، زودنا اهو، حطينا زيت للميه بتاعت المكرونه عشان ايه؟ تفرفر كده وتبقى مفرفره معانا وحلو كده. حمرنا الشعريه وغسلنا الرز وحطيناه، فضينا لان لقينا الحله صغير، قلبنا. احنا كنا عايزين رز بشعريه كتير للي ياكل فراخ واللي ياكل كشري بقى، اللي يحب ياكل كده ياكل واللي يحب ياكل كده ياكل ماشي. وحطينا الميه بتاعتها وملحها، وحطينا الرز كده ايه ياخد له غلوه. بعد ما خد غلوته وطينا عليه شمعة عشان يتشرب ويستوي. ده الرز. المكرونة طبعا ايه، تنينا نقلب فيها لحد ما استوت، وبعد ما استوت صفيناها وحطينا عليها شوية زيت وهي في الحلة وقلبناها وغطينا عليها. اما تحط لها شوية زيت بقى في الصوصات، حط لها شوية زيت بعد ما تستوي، مش دلوقتي حطينا زيت، وبعد ما تستوي برضو نحط لها شوية زيت ونقلبها عشان تتن فرفرة معانا وما تلزقش. وحطينا الاتنين مع بعض، الاسباجيتي مع العادية، عشان يبقى ايه حلة واحدة وما نعملش حلل كتير. بعد ما استوت كده وجمالها نيجي حطينا في المصفى وصفينها وحطينا عليها شوية زيت كده، يبقى خلصنا من المكرونة. الرز اتشرب، حطينا شمعة استوي، ركناه على جنب كده. خلصنا الرز بشعرية وخلصنا ايه، وخلصنا المكرونة ماشي. دي كده حطينا الكسرولة الصغيرة دي عشان نسلق شوية اللهم صل على النبي، العدس ماشي. قطعنا بصلتين برضو كده ماشي، قطعناهم حتت صغيرة. النور قاطع اهو، برضو مصورة على التليفون. حطينا هنا اهو العدس في المية اما غلي ماشي عشان يستوي، وحمرنا البصل، وادي المكرونة بتستوي معانا لسه هي على النار والنور قاطع. والله يعني الضلمة، المطبخ ضلمة خالص، ومع ذلك قلت لا لازم اكمل وتشوفوه، عشان كده لو قدام ضلمة. اللهم صل على النبي. كده بنسلق في المكرونه، قربت تستوي خالص اهو. في الطاسه التانيه بقى قطعنا بصلتين كده طرنشات، وجينا ايه حطينا عليهم شويه دقيق وطلعناهم من الدقيق، حطيناهم في الطاسه عشان نحمرهم ماشي. كل ده والدنيا ضلمه، اهو البصل جاي معانا اهو، خرطناه، رشينا عليه شويه دقيق ماشي. مش عايز ترش دقيق براحتك، بس يعني عشان ما يشربش زيت كتير ماشي. ولخبطناه، فضناه من الدقيق وحمرناه في طاسه. يلا لسه بقى اهم حاجه، مستنيين النور يجي عشان نضرب الطماطم ونعمل التسبيك. مستنيين النور، اما النور يجي بقى ان شاء الله هنعمل ايه، نعمل كده ناقص لنا بس اللي اهو حطينا البصل يحمر وحمرناه في الضلمه، بس مستنيين بقى النور يجي عشان نعمل لكم التسبيك. خليكم معانا بقى لحد النور ما يجي. إيه رايكم يا بنات؟ يعني مش المهم تكوني تعرفي تعملي الحاجه، المهم تكوني عايزه تعمليها. يعني ايه، انت بدل حابه تعملي الحاجه هتعمليها بتكاتها بحركاتها بجمالها. والله العظيم طلع تحفه، والله بجد، والله مش بشكر فيه عشان حاجه، بس فعلا كلوه. ابن اختي كل منه وابني كل منه وانا كلت منه وبنت اختي كلت منه، عجبهم خالص اهو. صفينا المكرونه، لا ده كده احنا بنصفي العدس مش المكرونه. صفينا العدس وشلناه في ايه، في علبه على جنب، اللي نخلصوه نركنوه على جنب، اللي نخلصوه نركنوه على جنب، لان العدس ده كذا حاجه. وادي البصل هو عمال يحمر، لسه النور ما جاش لحد دلوقتي ماشي، هيحمر برضه ونركنه على جنب. عملنا راس توم بقى، انا عملت راس وي، بس ده حسب الحاجه. انت عايزه راس توم، انا بحب التوم في الاكل كتير، قشرت راس توم كبيره ولا راس شويه، وجيت ايه دقاها ماشي. كل ده في الضلمه. والطماطم جبت
ايه شويه طماطم كده زي ما انتم شايفين، مع قرن فلفل، مع بصلتين صغيرين، وضربتهم في الخلاط عشان ما يبانش عيالي ما بيحبوش البصل يبان في الصلصه خالص. حطيتهم في الخلاط بص اهو، وضربتهم وحطيتهم يتسبكوا، بقى التسبيك احلى تسبيك، احلى طبخه تعملها بنفس الطريقه دي والله العظيم مع عيالك يقولوا لك خش، يقولوا لك بصلايه محروقه ولا بصلايه محمره ولا، والتسبيكه بتبقى حكايه. وعشان تحمر وحطيت قرن فلفل اهوت، وضربتهم في الخلاط وحطيتهم في كسرونه تانية عشان ايه تتسبك كده بايه اهو، حطيتهم تتسبك. وكان عندي صلصه، انا على طول زي ما قلت لكم بعمل الصلصه للمكرونه جاهزه بصلصتها بملحها بكل حاجه عندي في التلاجة باستمرار، عشان وقت ما احب اعمل مكرونه اجي مطلعاها جاهزه. بص طلعت برده معلقتين صلصه عشان تحمر اكتر، وحطيت معلقتين صلصه اهو، معلقتين صلصه كاملين جاهزين عليها، وسبتها ما يكملش 10 دقايق اتسبكت احلى تسبيكه. يعني لو عندك اجدع طبخه باميه بسله تسقطيها في الصلصه دي بتبقى احلى طبخه، وهتعجب عيالك جدا. وبالمحشي برضو بتبقى تسبيكه هايله، وفي ثانيه تضربي كله في الخلاط، ولا تحمري ولا توجعي قلبك. ماشي. والملح بقى حسب الحاجه، شطه حسب الحاجه. ماشي. هنا برضو حطينا التوم بقى عشان نعمل الخل. ماشي. التليفون علق والتوم احمر، ما بقتش عارفه اشغل التليفون، بس برضه مداوتها يعني. حطينا احمر اهوت، خد لفه على النار، وجينا حاطين بقى خل زي ما انت عايزه، مع شويه ميه كده، مع تكاتك مع حركاتك كده، عملنا خلصنا يا ستي الكشري بقى كله جاهز عندنا على ايه، على الغدا اهو. بصوا كده أنا مش عارفه اطفي التليفون، ده انا كده حطيت كده، شغلت التليفون وحطيت الخل. زودي شويه، وادي التسبيكه اهي اتظبطت. افضل خلي بقى في حاجه، فضلته في مج كبير عندي، مج ادي شطه برضو حسب الحاجه، والملح حسب الحاجه. ماشي. بس والله طلع حكايه، اعملي بس الكشري ده وانت هتدعيلي. او مج جبار. هتقولوا الصلصه حمراء ليه، الخل احمر ليه؟ عشان اللهم صل على النبي، عشان الشطه اللي حمرت. بص بقى ادي الرز مفرفر وجميل ازاي، طعمه كده يتاكل حاف والله العظيم. بصوا المكرونه برضو الاتنين على بعض برضو مفرفره وحلوه اهي. وغرفنا لكم بقى الكشري الجميل بتكاته بحركاته. على فكرة الأكلة دي لو النور ما قطعش ما تاخدش منك ربع ساعة. شفتوا عملنا كذا حاجة اهو، بس والله ما تاخد ربع ساعة. يعني الحاجات دي كلها تاخدش ربع ساعة، بس النور اللي قطعان، النور هو اللي عطلنا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ايه ولايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة. قولوا لنا عجباكم القناة ولا مش عجباكم، ابوس ايديكم قولوا لنا. نفسنا بقى القناة تشتغل وتبقى حاجة حلوة كده. ايه رأيكم بقى؟ تابعونا ومستنيين تعملوا.